مين فينا بقى كده بيكونش عنده أطباق مكسورة أو حتى كمان غطيان كده قديمة وأكيد طبعا كنا بنرميها. الفيديو النهاردة بقى هيكون فيه أفكار حلوة جدا كلها عملية قوي، من أي بقى غطيان قديمة كده زي اللي معايا دي أو حتى كمان برضو أطباق تكون مكسورة عندنا. حطوا لايك جميل زيكم، تعالوا بقى نشوف الأفكار بتاعت النهاردة. أول فكرة بقى عندي النهاردة هستخدم فيها كده أي غطيان عندي. أول حاجة جبت هنا غطا وهبتدي إن أنا أستخدم هنا فايبر. طيب أنا ما عنديش الفايبر ده، مفيش مشكلة خالص، ممكن طبعا نستخدم قصاقيس القماش وهبتدي برضو إن أنا أشتغل فيها بنفس الطريقة. وجبت كمان هنا بقى قطعة قماش وهبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده، وطبعا ثبتنا هنا الفايبر برضو بالشمع. هقلب بقى الغطا بتاعي وهحط هنا الشمع بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اقفل بقى دلوقتي على الفايبر اللي معايا. وممكن طبعا نستخدم اي قماش متوفر عندنا من اي حاجة برضو قديمة تكون ما احناش بنستخدمها. نضغط كويس كده علشان الشمع بتاعنا كده يمسك كويس والدنيا كلها تكون مظبوطه. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا انزلي كده في الكومنتات اكتبي لي كده بتتابعيني من اي بلد، حابه طبعا اعرف متابعيني الغاليين بيتابعوني منين. بعد كده بقى محتاجه ان الجزء ده او الشكل ده يكون طبعا شكله كويس، فهبتدي ان انا احط عليه شمع بالطريقه دي، وبعد كده هبتدي ان انا اقفل عليه بقطعه قماش تانية، ونشيل بقى الزيادات بتاعتنا بالمقص بتاعنا الجميل ده. طيب بعد ما خلاص بقى شلنا زيادات والدنيا كلها تمام، هعمل منها اتنين هيكونوا برضو نفس المقاس وكمان نفس الشكل. نجيب بقى الغطيان بتاعتنا الصغيرة دي. أول حاجة هبتدي إن أنا أحط كده الشمع عليها، وبعد كده هبتدي إن أنا أثبت اتنين فوق بعض وبعد كده تلاتة فوق بعض زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لحد طبعا ما نوصل للمقاس اللي احنا محتاجينه. هنا تقريبا كده أنا هحط أربعة أو خمسة مش أكتر من كده، ومش محتاجين أكتر من كده. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتنا الغطيان بتاعتنا والدنيا كلها تمام لحد هنا، هجيب بقى دلوقتي اي خيوط انا حابه استخدمها. وهنا حبيت ان انا استخدم خيط الخيش، هيكون حلو جدا في الفكره بتاعتي وكمان هيكون لايق قوي. هلف بقى الخيط بتاعي دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، واهتم قوي بقى بالبدايه بتاعتنا والنهايه كمان، عشان طبعا الخيط بتاعنا ما يفكش ولا يحصل له اي حاجه. وطبعا ممكن نستخدم اي غطيان باي شكل، اهم حاجة عندي ان هي تكون نفس المقاس اللي معايا ده. هعمل بقى من الشكل ده أربعة وطبعا هيتعملوا سهل جدا. وبعد كده هبتدي ان انا اجي بقى للغطيان الكبيرة بتاعتي الاول خالص، وهبتدي ان انا اثبت اتنين فوق بعض بالشكل ده وما اشيلش ايدي خالص الا لما اضمن طبعا ان هم ثبتوا تمام قوي. اما بقى بالنسبة للاربع غطيان اللي احنا عملناهم مع بعض، هبتدي اول حاجة كده ان انا اثبتهم بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا احط عليهم شمع زي ما احنا شايفين مع بعض، واثبت بقى الجزء بتاعنا بالطريقة دي، ونضغط كويس جدا علشان طبعا برضو يمسكوا معايا كويس قوي. هنا بقى ممكن طبعا نحط اي حاجة بقى احنا حابينها، اذا كان بقى شريط جوبير او حتى كمان كلفة كده رقيقة وبسيطة، او حتى كمان حبل خيش زي اللي معايا ده. وبما ان الدنيا كلها هتكون لايقة جدا على حبل الخيش او حتى كمان خيط الخيش اللي معايا، فهبتدي ان انا اثبت من فوق كده حبل الخيش بتاعنا. وبعد ما خلاص بقى ثبتنا الجزء اللي فوق كويس جدا، هبتدي اضغط عليه عشان طبعا الشمع بتاعي يدخل في الانسجة نفسها بتاعة القماش اللي معايا. هنزل بقى تحت هنا وهنحط برضو الشمع بتاعنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبت جزء تاني من الحبل اللي معايا. اظن الدنيا سهله جدا وبسيطه قوي. زي ما احنا شايفين هبتدي برضو ان انا اثبت كده الناحيه دي، ونضغط برضو كويس جدا علشان ما نسيبش كده اي فجوات هوا تكون باينه. وعلشان بقى الشكل بتاعنا يكون احلى واحلى، حبيت برضو كده ان انا احط جزء تاني كده من الحبل اللي معايا طبعا في الرجول تحت. هثبت طبعا الاربعه برضو بنفس الطريقه، وطبعا قفلة القماش بسيبها ناحية جوه علشان ما تبانش معايا، والشكل عندنا يكون مظبوط برضو في النهاية. نكسر بقى كل اللون بتاعنا ده بايه؟ ممكن طبعا نحط اي حاجة احنا حابينها للتزيين. حبيت ان انا اول حاجة استخدم كده الفروع الخضراء دي، هبتدي ان احنا نثبتها كده تحت. وبعد كده بقى ممكن طبعا نحط اي ورود احنا حابينها. وهنا بقى علشان الدنيا كده تفتح شوية معانا، حبيت برضو كده ان انا احط الورود اللي احنا هنشوفها مع بعض دي، هتديني شكل حلو جدا. وكده بقى عملنا كرسي شكله حلو جدا وكمان بسيط وكمان رقيق قوي. طيب هنستخدمه في ايه بقى؟ ممكن طبعا نستخدمه كمنظم للدبابيس بالشكل ده. هتحط بقى في دبابيس فوق وتحت، بصراحة كده هيلم لنا الدنيا كلها. ودي كانت أول فكرة عندي النهاردة. حطوا كده لايك جميل لأول فكرة، وتعالوا بينا بقى نروح لتاني فكرة عندنا النهاردة. تاني بقى فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها كده كرتونة البيتزا دي. أول حاجة هبتدي أجيب الكرتونة وبعد كده أمسحها كويس جدا، وبعد كده أبتدي بقى إن أنا أقفلها بالشمع زي ما احنا شايفين مع بعض. على فكرة ده جهة واحدة بس. وهنا بقى ممكن طبعا نستخدم أي ستيكر عندنا. حبيت أنا أستخدم اللون الذهبي، ممكن طبعا نستخدم أي حاجة تانية احنا حابينها. ثبت أول حاجة كده القاعدة بالطريقة دي، وبعد كده هبتدي إن أنا أقطع كده شرايط نفس المقاس بتاعي، وبعد كده هبتدي طبعا إن أنا أثبت الشرايط بتاعتنا برضو بنفس الطريقة.
الموضوع سهل جدًا، جدًا وبسيط أوي، أهم حاجة كده نمشي كده على الخطوات بالترتيب، يعني أول حاجة ثبّتي كده الجزء اللي تحت وبعد كده طبعًا بنثبّت بقى الجوانب، غلفناها بقى من قدّام وكمان برضه من ورا، وبعد كده هاجيب العلبة دي على فكرة أنا قاسماها 2 وهابتدي بس إن أنا أساويها، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أغلفها برضه بنفس الsticker اللي معايا. الsticker بيكون كبير شوية علشان كل الزيادات دي هابتدي كده أدخّلها ناحية جوّه علشان برضه الشكل عندنا يطلع مضبوط، وما يبانش فيه كده أي حاجة داخلة ولا أي حاجة خارجة. لو أنتِ بقى معايا لحد هنا انزلي كده في الكومنتات اكتبي لي حابين نعمل إعادة تدوير لإيه الفترة الجاية مع بعض، علشان طبعًا كل حاجة هتطلبوها هتتعمل، ده بإذن الله طبعًا. هاجي بقى دلوقتي كده للجزء اللي هيكون تحت ده وبرضه هابتدي إن أنا أحط فيه طبعًا الجزء بتاعنا بتاع الsticker، وبعد كده هاثبّت عليه جزء تاني خالص علشان الدنيا كلها طبعًا تكون متغلفة وتكون طبعًا تمام. هنا الزيادة بتاعتنا بقى نمشي عليها بالمقص زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقة دي. بعد كده بقى هاستخدم أي استراس أنا حباه، هابتدي بقى إن أنا أستخدم الاستراس ده حلو جدًا، وطبعًا الشريط اللي معايا ده عريض، هابتدي بس إن أنا أقسمه كده نصين، وهابتدي بقى إن أنا آخد منه كده جزء فوق، وكمان طبعًا هاخد منه جزء تحت. العلبة اللي معايا دي أنا محتاجة إن أنا أثبتها بعد كده على شكل شوية كده عريض، يعني مش هاثبتها كده زي ما هي، فهافردها بس كده حاجة بسيطة علشان تديني الشكل المطلوب، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أنزل تحت ونحط كده الشمع بتاعنا الحلو ده، وبعد كده أثبت برضه الجزء التاني اللي هيكون من الاسترس معانا. نيجي بقى دلوقتي للطبق بتاعنا المكسور، أول حاجة هابتدي إن أنا أشتغل في الطبق نفسه على ضهره بالشكل ده، يعني الواجهة لينا هتكون هي الضهر، لأنه غالبا هيكون سادة فأنا مش محتاجة خالص أي نقشات بقى في الشكل بتاعنا ده. أحط بقى الشمع بتاعي وبعد كده هثبت طبعا الطبق بتاعنا أو الأجزاء بقى اللي هتكون معانا من الطبق بالطريقة دي. طبعًا أكيد هي مش هتكون متساوية، ما فيش مشكلة خالص، برضه هتدّينا شكل حلو، عايزة أقول لكم أنا شُفتها بتتباع وكمان غالية جدًا بصراحة مش عارفة ليه. فحلو جدًا بقى إن إحنا نعمل الأفكار بتاعتنا دي اللي إحنا بنشوفها بتتباع في كل المحلات بإيدينا وكمان هتكون نتيجتها حلوة. كده خلاص ما عادش بقى كده غير جزئين أو جزء واحد كده هابتدي إن أنا أثبّتهم لحد برضه ما انتهي كده من العلبة بتاعتي. طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتنا كده كل الأجزاء اللي معانا والدنيا كلّها تمام لحد هنا، هاجيب بقى دلوقتي الجزء ده وكل اللي إحنا هنعمله هنا هاحط شمع زي ما إحنا شايفين مع بعض على الحروف نفسها، وأجيب بقى الجزء بتاع العلبة بتاعتي وهابتدي إن أنا أثبّته كويس جدًا، وبرضه هاحاول كده إن أنا أفتح العلبة بتاعتنا كده حاجة بسيطة علشان برضه تدّيني الشكل اللي أنا محتاجاه. وهنا بقى هاستخدم برضه نفس الاستراس اللي إحنا استخدمناه في الأول، محتاجة بس كده إن أنا أخلّي العلبة شكلها مختلف بس من جوّه. هاقسمه برضه نُصّين، على فكرة الشريط ده بيتباع منه العريض وبيتباع منه برضه كده الرفيّع، فطبعًا اللي معايا العريض فأنا مش محتاجة خالص كل العرض ده، فهابتدي إن أنا أقسمه زي ما إحنا شايفين مع بعض. نحط بقى الشمع بتاعنا وبعد كده أبتدي بقى إن أنا أثبّت طبعًا زي ما إحنا شايفين كده الأسراس اللي معايا، وهاستخدمه بالطريقة دي، فكرة حلوة جدًا وكمان شكلها حلو أوي. حطوا لايك للفكرة اللي فاتت وتعالوا بينا بقى دلوقتي نيجي لآخر فكرة معانا النهارده، وآخر فكرة بقى عندنا أو تالت فكرة بقى عندنا النهارده هاستخدم فيها برضه الغطا ده. غطا بقى ازاز بيرسول، غطا بقى كده علبة سبراي، اي حاجة مفيش مشكلة خالص. وهجيب بقى خافض اللسان، وعايزة اقولك ان خافض اللسان ده بيتباع في الصيدلية الواحدة بنص جنيه، يعني مش غالي خالص، ممكن طبعا كده نجيب براحتنا خالص. طيب هبتدي بقى ان انا اخد المقاس بتاعي وبعد كده هبتدي برضو ان انا امشي على المقاس بتاعنا بالشكل ده، ونثبت بقى الاجزاء بتاعتنا واحدة كده جنب واحدة لحد ما نوصل للنهاية، ولا هتاخد مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وعلى فكرة هتمسك معانا كويس جدا، لأن الخشب ده نفسه بتاع خافض اللسان فعلا بيمسك حلو قوي في الشمع، يعني كده لو حاولتي تشيلي واحدة كده ولا حاجة بعد كده مش هتعرفي خالص. وكده خلاص ما عادش بقى أي حاجة، فضلش غير واحدة تقريبا هبتدي إن أنا أثبتها، وبعد كده هبتدي إن أنا أجي هنا وأحط الشمع بتاعي، وخدت هنا تقريبا كده واحدة إلا ربع وخدت نفس المقاس برضو، وهبتدي بقى إن أنا أثبتها في الجزء اللي هيكون مقابل ليها. أما بقى من ناحية فوق خدت برضو جزء كده وهشيل بس الأطراف بتاعته، ونحط كده شمع الناحية دي وكمان برضو الناحية التانية، وابتدي بقى إن أنا أثبت الجزئين دول على بعض، أضغط كويس علشان أضمن برضو كده إن إحنا مش حاطين الشمع بتاعنا في الهواء ويمسك معانا كويس جدا. بعد كده بقى حبل الخيش بتاعي، وهبتدي إن أنا أول حاجة كده إن أنا أحط كده جزء تحت، وممكن طبعا نرسم أي رسمة إحنا حابينها، الموضوع طبعا في إيدينا. طيب بديل حبل الخيش هيكون برضو خيط مكرمية، ممكن جدا نعمله ضفيرة أو حتى كمان برضو خيط خيش أو أي خيوط متوفرة، وكل الخيوط اللي أنا بستخدمها على فكرة بتتباع عند أي محل بتاع أدوات خياطة، ومؤخرا بقت بتتباع طبعا عند المكتبات، بس الأفضل أنت تشتري الحاجات دي كلها من محلات أدوات الخياطة، بتبقى أرخص وكمان بتبقى أكتر. هاجي بقى هنا من ناحية فوق وهمشي برضو بنفس الحبل اللي معايا، وبرضو هبتدي أنا أروح الناحية التانية ونحط الشمع بتاعنا، وابتدي برضو إن أنا أثبت برضو بنفس الطريقة.
بعد كده بقى هاشيل الجزء بتاع الزيادة ده مش محتاجاه خالص بالمقص بتاعي، وهنا بقى ممكن طبعًا نحط أي حاجة برضه للتزيين إحنا حابينها. حبيت كمان هنا إن أنا أستخدم طبعًا كده اللون الخشب هيدّي لي شكل حلو جدًا، وكمان برضه هيكون لايق على الفكرة بتاعتنا، وهاستخدمه هنا 4 تحت كده كرجول هترفعها لي شوية، وكمان هيدّي لي شكل حلو أوي. وبعد كده بقى هاخد جزء كده من الإصراص بتاعي، وعلى فكرة الإصراص ده فيه منه برضه ألوان، بس طبعًا أحلى لونين بيكون الفضي والدهبي، والدهبي كده تقريبًا بيليق على كل حاجة. هاقسّم الجزء اللي معايا ده على 3 أجزاء، لإني محتاجة برضه الأجزاء بتاعتنا دي زي ما إحنا شايفين بتتقطع معانا سهل جدًا، عملنا بيه أفكار كتيرة أوي وكلّها كانت أفكار ناجحة جدًا وكمان عجبتكم أوي. هاجي بقى أول حاجة من ناحية تحت، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّت بقى الإصراص بتاعي، وهنا بقى ولا هاقطع ولا هاعمل أي حاجة، هابتدي برضه إن أنا أروح ناحية ورا، هتدّيني برضه شكل أحلى وأحلى. نروح برضه ناحية فوق، وبرضه هابتدي إن أنا أثبّت جزء تاني كده من الإصراص، فزي ما إحنا شايفين كده هتودّيها في حتّة تانية خالص وهيدّيها شكل حلو أوي. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها إزاي، ممكن طبعًا نستخدمها كمنظم وممكن نحط فيها كده أي وردات إحنا حابينها. كان فيديو النهارده، حطّوا كده لايك جميل زيكم، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.